أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا آمين. أما بعد، أحبتي الأكارم، يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: إذا عرفت نفسك لم يضرك ما قيل فيك. نعم، فحينما تعرف نفسك أنك عبد لله عز وجل، تطيعه في كل ما أمر وتترك كل ما نهى عنه، وتعمل أي عمل وتقدم أي إحسان صدقة لوجه الكريم وفي سبيله خالصا لله عز وجل، فلا يضرك ما يقوله فيك الناس، لأن من يحكم على السرائر وعلى النوايا وعلى الأعمال وهو الله رب العالمين. وأحسن المثل الدارجي الذي يقول فيه صاحبه: إذا صفت مع الله العبد ما فيها ضرورة. فحينما تكون مع الله عز وجل نقيا صافيا طاهرا، فلا يضرنك ما يقال فيك من أقوال وما يشار إليك من البنان. وقال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: إنما يهابك الخلق على قدر هيبتك لله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف الناس أخافه الله من كل شيء. فهذه المقولات كلها تعبر يا أحبابي عن حكمة في أهمية من يخاف الله رب العالمين، وأن هذا الخوف يقي صاحبه من كل شيء خلقه الله عز وجل، وبينما الخوف من الناس يسبب له الخوف من كل شيء كما يقولون. يقول الله رب العالمين: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين. فالخوفين هما خوف العبد في الدنيا وخوفه يوم القيامة. فإذا خاف الله تعالى وعمل بطاعته أمنه الله سبحانه وتعالى مما يخاف يوم القيامة. والأمنان هما الأمن في الدنيا والأمن يوم القيامة. جعل الله وإياكم أحبتي الأكارم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسلم تسليما كثيرا آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.